شكرا لمصر الشقيقة ولجامعة الزقازيق متمثلة بالأستاذ الدكتور محمود عمر محمد. المنصة الآن لسلطنة عمان متمثلة بالباحث الأستاذ الدكتور خميس ابن ماجد الصباوي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف العلم والعلماء، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وأهل بيته الأشراف وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم. سماحة السيد أحمد الصافي راعي المؤتمر الموقر، رؤساء الجامعات، أيها العلماء الأفاضل، أيها المؤتمرون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فاسمحوا لي أن أقول أبياتا إيمانا بقداسة هذا المكان واعترافا بحسن الرفادة وإجلالا للعلم والبحث العلمي. تحياتي لمؤتمر العميد وأرض الطهر والبلد التليل. نزلت بكربلاء وقد رأيت بما في كربلاء من وفود الخير والبركات طرا إلى عتبات مسجدها المجيد. تذكرنا العراق الفضل دوما، ولم تزل على فضل وجود. جرى فيها الفرات غنى وخيرا، ودجلة فيض مربعها الفريد. سقاها الله طول الدهر غيثا، فصارت دوحة الشعب الودود. ألا يا أيها العلماء، إني أحييكم بيومكم السعيد، وأرجو اليوم مؤتمرا مجيدا حريا بالتفاهم والمفيد، لسير مجلة بالبحث عزما، وبحث في القديم وفي الجديد، فأنتم أهل معرفة وعلم وبحث. وأرجو لسير مجلة بالبحث عزما، وما العزمات عنكم بالبعيد، فأنتم أهل معرفة وعلم وبحث في القديم وفي الجديد. وعمدة أهل هذا العلم رأي أصيل قد تسمى بالرشيد. فبورك سعيكم أبدا، وصارت مجلتنا إلى عيش رغيد، لترقى أمة قرأت فتأوي برايتها إلى ركن شديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.